والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أخوكم محمد فضل، وأهلا وسهلا بيكم. وديت النهاردة شوية أسئلة كده على الماشي عشان الناس تقدر تفهم أكتر. أنا كنت وعدكم إن إحنا نحط 20 سؤال في الحلقة دي، بس لقيت ال20 سؤال هيبقى كتير جدا جدا جدا، وهيبقى مرهق ليكم طبعا. وعشان في ناس برضو يعني بتتفرج من باقة أو هيشوفوا الفيديو ده من باقة، فتيسير عليهم يعني إحنا اللي ربنا قدرنا عليه يعني هنقدر نقوله النهاردة إن شاء الله. فديت جزء من أهم الأسئلة اللي هي بتتسأل للعبد لله. فأنا إن شاء الله من غير مقاطعة هحاول بقدر الإمكان إن أنا أفيدكم بالمعلومة ديت، وإن شاء الله من غير مقاطعة. دي أهم الأسئلة اللي بتجيلنا، والحمد لله أنا دي 12 سنة في الشغلانة ديت، فأنا فاهم أنا بقول إيه كويس. أنا فاهم، أنا محمد فضل 12 سنة والحمد لله في الشغلانة ديت، في مكان غزل البنات اللي أنتوا بتقولوا على حلوة صوف وسبول والزلابية وحمص الشام والآيس كريم. فان انا يعني احنا شغالين على مجالين دلوقتي اللي هو حلوة الصوف والسبول. فانا ان شاء الله يعني ايه بقدر الامكان نحاول نلم الدنيا، عشان بحيث ان الشخص يكون ملم بالفكرة بتاع المكنة، وما يضحكش عليه او ما يعملش حاجة خطأ تؤدي لان المكنة تبوظ. هو هيدفع فلوس وانا خدت فلوس، فلوجه الله انا الاسئله دي جات لي فقلت نفيد الناس كلها بيها، يعني بحيث انها اكون مرجع للناس كلها لو حد يعني ايه يعني هيستفاد ان شاء الله. بحيث ان لو حد عنده يعني حب يرجع للنقطه ديت يرجع لها في اي وقت ان شاء الله. الاول كده هناخد اول سؤال، بسم الله. انا كاتبهم في ورقه. المكنه يا سيدي الناس بتشتغل بسرعه عليها، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اقول لك اول حاجه، فكره غزل البنات هي فكره طرديه، تناسب سرعه الموتور، سرعه المحرك، سرعه المضخه. هما الثلاثه بمعنى واحد، وهنشرح الكلام ده في سؤال برضو مكتوب. التلاتة دول سرعتهم طردية مع السخان. طب انا اخلي الموتور ايه يبقى بطيء؟ لا ما ينفعش. طيب ما ينفعش ليه؟ ان انت لو عملت الموتور بطيء، بدل ما يطلع معاك حلوة صوف غزل البنات، هيطلع معاك عسل، عسل سايح. زي ما تكون انت مسكت السكر حطيته على النار سيحته، سيحت السكر. فبالطبيعي ان انت بدل ما تطلع غزل هتطلع عسل. حد يكلمني تاني يا استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. المكنه بتلف، انا قدامي مكنه بتلف 4000 لفه. مفيش موتور محرك في السوق بيلف 4000 لفه. اللي قال لك كده بيضحك عليك. اللف يا سيدي الناس نوعين، اللي هو بتاع المحرك اللي هي المكنه العاديه بيلف 2850 لفه في الدقيقه، ودي سرعه رهيبه جدا، وديت اللي بتخلي ان المكنه تعمل صوت. اما بيلف 1100 لفه، فهي ديت المكنه اللي هي المستورده اللي انا ما بشتغلش فيها لعده اسباب. الموتور بتاعها ضعيف، واسباب تانية انتوا عارفينها طبعا ما هتلاقوها موجوده على الصفحه. فما ينفعش ان انا حد يجي يقول لي ابطئ الموتور، او ان الموتور بيلف بسرعه اعلى من اللي احنا اتكلمنا فيها. ان المواتير كلها 2850 لفه في الدقيقه دي مواتير مع مواتير سرعه. مواتير سرعة. في مواتير تاني اللي بنستخدمها في المخارط وبنستخدمها في معدات مصانع وحاجات كده، دي اسمها مواتير حركة. أما اللي احنا بنشتغل بيها اسمها مواتير سرعة. عاوز سرعة رهيبة جدا، أنا عاوز كمحمد أو كشغل عاوز سرعة كتيرة جدا جدا جدا. فمحدش يضحك عليك ويقول لك ده الموتور ده 4000 لفة في الدقيقة. دي اعتبرت أول سؤال انتهينا منه، ومش هنطول على بعض. ناخد تاني سؤال. الصين بيسأل سائل: الموتور الصيني ليه ما بنشتغلش بيه تعبئة؟ اقول لك صلى على النبي سيدي الناس صلى الله عليه وسلم. اقول لك الموتور الصيني زي العربية المازدا مثلا، والموتور الايطالي زي العربية المرسيدس، والموتور الكوري زي العربية البي ام. فكل واحدة منهم لها سرعة، لها نظام، لها تصميم. نرجع للحاجة بتاعتنا نشرح عليها. الموتور الصيني ما بينفعش نشتغل بيه ليه؟ الموتور الصيني يا سيدي الناس معمول سواء من نحاس او من ألمونيا،
ان الاتنين موجودين الحمد لله، يعني هيجي يشتغل معاك جواه حساس. جواه حساس هيشتغل معاك 10 دقايق. انا بقول 10 دقايق، هو بيشتغل اكتر من كده، بس انا بقول 10 دقايق عشان احافظ على الفلوس بتاع الزبون او الزبونه. ان الزبون ده عاطيني فلوس، فانا لازم احافظ عليه. حتى هو لو واخد حاجه ظروفه محدوده، ما ينفعش ان احنا نعينه، لا لازم نعينه. جواه حساس. الحساس دي يا سيدي الناس، اول ما السخونه بتعلى لدرجه معينه بيجي فصل الموتور. طب انت دلوقتي مش في ليبيا هنا في مشكله اللي هي الضي الكهرباء. الضي بصراحه بيهرب بالخمس ساعات. طب انت دلوقتي عاوز تخدم، بيهرب خمسة ويجي خمسة، يهرب خمسة، يعني انت الضي هرب معاك يعتبر نص يوم، 12 ساعة أو 10 ساعات بالظبط، أو 8 ساعات أو 6 ساعات حسب تخفيف الأحمال اللي موجود. انت دلوقتي لو انت عاوز تعبي يبقى تختار صح. ما اضحكش عليك انا اقول لك اه ده هيشتغل معاك زي الفل الفل الفل، لا مفيش الكلام ده، انا ما بعرفش اعمل كده. انا ما بعرفش اعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من غشنا فليس منه. انا يا عم الحاج لا، انا اقول لك عاوز تاخد صيني وتعبي بيه، يبقى ما تاخدش الصيني اللي هو العادي، هتاخد صيني اعلى شويه. صيني اعلى شويه. اه طبعا هتفرق معاك في السعر شويه، مثلا حسبة 100 دينار، بس هتمشيك شويه لحد ما ربنا يفرج عليك، وتشتري لربنا لما ربنا يوسع عليك والكلام ده كله، تشتري لك حاجه ايطالي، تشتري لك حاجه كوري. ما عندكش اي مشكله ان شاء الله. يبقى كده احنا قلنا ليه الصيني ما ينفعش ان نشتغل بيه، ان هو مش هيستمر معاك فترات طويلة، مش هيعمل معاك الكميات اللي انت عاوزها. لو انت برضو تنبيه بسيط، لو انت عندك بتعمل كميات قليلة الصيني ينفع معاك، بس برضو بشرط ان انت مش هتشغله تريك، مش هتشغله متواصل. لو انت مثلا عاوز تعمل مثلا 200 كيس على مدار اليوم كله، لا هيشتغل معاك زي الفل. 300 كيس على مدار اليوم كله هيشتغل معاك زي القشطه. بس ما تجيش تقول لي ان انا هعمل ال 300 كيس دول في الساعه، اقول لك لا الموتور كده، يبقى احنا بنضحك على بعضينا. يبقى انت كده بتضحك عليا او انا بضحك عليك، وانا الحمد لله يعني لا مش هسمح لنفسي ان انا اغشك. ان الله في الله مطلع في الله رقيب. وانا الحمد لله مش عاوز ادخل على نفسي ولا على اولادي فلوس جنيه حرام. السؤال اللي انتهى وهنجاوب على السؤال اللي بعديه. بسم الله. اهم سؤال بيجي لنا واللي عامل مشكله كبيره جدا جدا جدا. واحد اتصل: السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم محمد، ازيك؟ الحمد لله تمام. عندي مكنه حلوى صوف. اهلا تمام. بعيد عن ان هو واخد منا او واخد من غيرنا، انا والله هي بتعمل حركه. تمام. وانا هثبتها. طب هثبتها ليه؟ عشان الحركه دي. اجاوب اتفضل. لا اول حاجه مش هينفع انك تثبتها. ليه بس؟ اصلا بتعمل حركه كبيره جدا. لا هي يا عم الناس هي لازم تعمل حركه. انتوا مسمين السوسته ضوات او تضوات حاجه زي كده، هي اسمها في مصر اسمها سوسته. احنا مركبين السوسته دي عشان المكنه تاخد وتدي، تاخد وتدي معاك، تاخد وتدي معاك، تاخد وتدي معاك. انت لما المكنه بتاخد وتدي معاك فهي بتريح نفسها. بتريح نفسها، الهواء بيدخل المكنه وبتبدا تبرد زي تبرد نفسها. انت هتشتغل تعبئه، هتشتغل عادي، فهي المكنه لازم تبرد نفسها. لو انت ثبت المكنه بتعملها كده، كده بالظبط اهي كده، يعني بتشدها بسوست من فوق ومن تحت. فدي بيؤدي لايه؟ بيؤدي ان العمود اللي في النص، مش العمود بتاع المكنه كلها، المبينه اللي في الموتور بتبدا تاكل، بتعمل كده، مش قادره تفرغ الحركه بتاعتها على السوست. ما انت دلوقتي مثبتها. فانت لو انت مثبتها، لو انت مثبتها، المكنه هتاكل نفسها وهتنفجر. هتنفجر، ما فيهاش كلام تاني. الموتور هيتحرق منك، المحرك هيتحرك منك، خلص كده. مش لازم ينفجر كده يعني، هيفصل نفسه او يتحرق. طيب هي ليه يا محمد انفجرت دلوقتي؟ عشان المبينه يا سيدي الناس، المبينه اللي في قلب الموتور ديت انت ثبتها. انت ثبتها، فبالطبيعي ان انت لما تثبتها حاجه، يعني عربيه مرسيدس تحط لها بنزين 80، العربيه هتعمل ايه؟ هتمشي بسرعه؟ لا طبعا، هتبقى ماشي تعبانه جدا. فهمتني؟ يعني الناس اللي تقول لك هثبتها يا عم ده مش عارف حاجه كده، لا انا دي لي 12 سنه في الشغلانه ديت، واي حد عمل الغلطه ديت هو اللي حاسب عليها مش انا. فهو ساعه ما بيقول هعمل كذا بقول له اعمل على مسؤوليتك. قال لي على مسؤوليتي، قلت له توكل على الله. مش على مسؤوليتي، اقول له طيب على مسؤوليه مين؟ ما انا بضمن لك الشغل. فانت لازم تسمع تعليمات اللي انا بديها لك.
مش تسمع كلام من دماغك. فهمتني؟ السؤال انتهى. تاخد السؤال اللي بعديه. واحد بيجي لي: يا استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بيكلمني في التليفون: المكنه ما بتطلعش ليه يا سيد الناس؟ وريني كده انت عملت ايه هنا. انا سلكت البتاع دي بموز. هو هنا عمل كارثه طبعا. هو ما كلمنيش في التليفون الاول، هو عملها من دماغه كده. يا سيدي الناس، الطاره ديت اللي انا قلت لك عباها سكر، جواها سخان اللي هو بيسيح لك السكر عشان يطلع لك حلوه الصوف او غزل البنات. فالسخان ده يا سيدي الناس متصل ببعضيه، متصل ببعضيه، عامل دايره الا حته بسيطه كده حوالي 5 سم. فانت لما بتمشي بالموز تعمل كده، فانت بتقطعه. فبالطبيعي ان تكون الدايره مش مكتمله، فانت ازاي قطعته وازاي هيطلع حلوه صوف؟ فما ينفعش احنا نسلك المكن ديت بموز لان كده ضيع. نيجي السؤال اللي بعديه. بسم الله. هل اللون بيفرق في انتاج المكنه؟ الصبغه بتفرق في انتاج المكنه؟ اه طبعا بتفرق في انتاج المكنه. طيب اللون اللي هنا بعافيه شويه. اللون اللي هنا انا بجيب لون من مصر يعني ليا برضه عشان دي امانه. انت دي احنا معتمدين على صراحه. انا بجيب لهم صبغه من مصر عفوا. ندخل اللي بعديه. بسم الله. حلة الفشار الأطعمة. بالنسبة لحلة السبول، هم على فكرة حوالي 7 أو 8 أسئلة كلهم، فاحنا بندخل أسئلة ببعضيها وبنشيل أسئلة من أسئلة، فعادي يعني هتلاقي إن هم كلهم ما شاء الله الحلقة كلها فايدة يعني. واحد بيجي ما اعرفش شفتش الأطعم هنا في ليبيا، بس في أطعم كاتشب، طماطم، شطة، شطة وليمون، كاتشب، الحاجات ده كلها. زي ما انت بتروح تشتري شيبسي او بتشتري اي منتج عليه طعم، هنا في برضو حضرتك تعمل فشار للزبون او سبول للزبون بأطعم. طب في غلطة الناس بتعملها بالملح، عشان أنا ما شفتش الأمانة في أطعم هنا. بيجي يقول الزبون يقول له حط لي الملح جوه الحلة. كارثة طبعا، كارثة كارثة. طيب يا محمد ليه كارثة؟ عشان هو انت حطيت زيت. فالزيت مع الملح مع الوقت بيعمل طبقة كده. فلما تكون الطبقة ديت موجودة معاك، فبيؤدي إن أنت هتدخل تنضفها بأي حاجة، بموز، معلقة أنت بتقول عليها إيه؟ هي اسمها معلقة في مصر بس أنت بتقول عليها هنا بكوريك، بحتة سلك، بمية، بأي حاجة. فبتضطر إنك أنت تجرح الحلة، تيجي تحط زيت تاني في طبقة فيها زيت وفي طبقة ما فيهاش زيت، تؤدي إن أنت تدمر الحلة، وفي الآخر أنت اللي هتخسر. بالسؤال اللي بعديه. في واحد بيكلمني: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هعمل شاسيه حديد للمكنة وساق وأنا هعبي. هقول لك صلي يا سيدي الناس، صلى على رسول الله، تقول على الصلاة والسلام. أول حاجة طبعا هقول لك معلومة الناس كلها عارفاها وممكن بالتجربة تقدر تعملها. من أكتر الحاجات اللي بتسحب سخونة وما تفرغهاش بسهولة الحديد والصاج. طب انت عاوز حاجة ما تجيبش سخونة عليك وتفرغ السخونة اللي عندك، يبقى عندك البلاستيك او البي سي في زي ما احنا بنعمل ليه المونتاج. اللهم صل على سيدك النبي. الحاجات دي هي دي اللي بتفرغ معاك السخونة. انت هتروح تجيب تعمل شاسيه حديد وتعمل وصاج وتقول لي انا عشان اثبت الموتور، فانت كده بتضحك على نفسك. انت كده بتضحك على نفسك، او اللي هيشتغل لك دي بيضحك عليك. لان انت لو عملت الكلام ده كله مع السخونه، الموتور بيطلع سخونه، يبقى مش هيفرغها، هيفضل حافظ السخونه في البودي اللي انت عامله. حتى لو ركبت له مروحه، حتى لو ركبت مروحه، ان الموتور بيطلع سخونه بالطبيعي. المحرك بيطلع سخونه، بيشتغل بيعمل سخونه، دي معروفه يعني. انت بدل ما تجيب حاجه تساعده انه يبرد نفسه، بتجيب له حاجه تسخنه. فاسف يعني، حاجه مش لطيفه خالص، وحاجه ما ينفعش ان حد بعاقل بدماغه يعملها. طب يا محمد، طيب دي بيؤدي لايه؟ بيؤدي لانفجار في الكوندنسر ده هو اللي بيقوم لك الموتور في اول خالص في اول المكنه. فانت لما بتحط في بودي سخن،
او في بودي حديد او في بودي تعمل له حديد وبعد كده تغلفه بصاج، فبيؤدي لان انت بتحافظ على السخونه، بتخلي المكنه تكتم السخونه بتاعتها من جواها، او المحيط بتاعها بيكتم السخونه. السؤال انتهى، ناخد السؤال اللي بعديه. الموتور يا محمد، انت بتقول الموتور بتاع سؤال برضو بيسأل، اشرح لي المحركات. المحركات يا سيدي الناس صيني او ايطالي او كوري، انت هتعبي ولا مش هتعبي؟ هعبي وهاخد الموتور الصيني. لا، هاخد المحرك الصيني، ما ينفعش. ليه بس كده؟ ما توقفش حالنا انت. هينفع ان شاء الله، ما بس ان شاء الله هينفع، بس ما ينفعش. طيب ليه؟ لان المحرك الصيني هيشتغل معاك 10 دقايق وربع ساعه زي ما اتفقنا، وان احنا هنبطل. هتقول لي تمام يا سيدي الناس. هقول لك حلو الكلام ده، هتقول لي حلو. تقول لي بقى طبعا السؤال بقى هنا، طب ما انا هشغل مع موتور الميه، هو مش موتور الميه مضخه بتاع ميه؟ اقول لك اه. تقول لي طب ما انا هشغل المضخه بتاع الميه بترفع ميه ساعه وما بتبص. اقول لك لا، هتفرق هنا. هتقول لي طب هتفرق هنا ليه؟ لان الترمبه بتاع الميه بتمر ميه من جواها، ميه بتمر، فبالطبيعي انها بتعمل عمليه تبريد للموتور، بتعمل عمليه تبريد للمحرك. اما انت بتشغل الموتور، بتركب الموتور وتشد بالسوسته، وتيجي يا سيدي الناس مشغل اللهم صل على سيدنا محمد المحرك او المكنه، فالمكنه ما بيدخلهاش ميه. هيدخل لها ميه منين؟ طيب هي ما بيدخلهاش ميه، ما انت شايل الطرمبه. فالطبيعي انها في الميه وهي بترفع ميه بتبرد نفسها. ممكن تشغلها نص ساعه، كمان ساعه، ودي عن تجربه على فكره شخصيه، وما شاء الله يعني زي الفل. انت هتروح تقلبها حلوه صوف، يبقى ما تقوليش اشغلها نص ساعه ولا ساعه. ليه؟ ما انا جاوبتك على السؤال ده. برضه هقول لك ان ليك ميه بتبردها، ميه بتبردها. الميه اللي بتمر خلال الطرمبه بتاع المحرك او بتاع المضخه، هي اللي بتبرد الموتور. اما بتعدي ميه فبالطبيعي انها تعمل لها عمليه تبريد، حتى لو تبريد جزئي، فما شاء الله عليها ما تلاقيها سخنه. السؤال انتهى. يا محمد، ايه الفرق بين واحد سألني السلام عليكم. وعليكم السلام. هل المكنة ديت كل، على فكرة عشان برضه الناس تبقى فاهمة، الأسئلة دي كلها معظم الزبائن بتسألها، فبالطبيعي إن أنا ألمها لكم كده في فيديو، وبحيث إن أنا أي حد عاوز يتفرج على الفيديو ده بدل ما يقعد يسألها تاني وما يكونش متخيل الفكرة أو مش فاهم الفكرة، فممكن يرجع لها في أي وقت، تبقى دليل عنده. والكلام ده إحنا نبهنا عليه في أول في أول المنشور، في أول الفيديو. فيجي لي سؤال من واحد، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت هو المكنه دي المحرك بتاعها ايه؟ زي ما قلنا صيني او ايطالي او كوري. طيب المضخه بتاعتها ايه؟ اللي هو اسف يعني، هو ايه الفرق بين المحرك وبين المضخه وبين الموتور؟ يقول لا في فرق كبير بيناتهم. قلت له فرق كبير ايه؟ مفيش فرق بيناتهم، الثلاثه معاني مترادفه لكلمه، لحاجه بتعمل حركه عشان تديني حركه فوق في المكنه، بحيث انها تطلع معايا غاز بنات بعد ما توصل لها الكهرباء. فهي كلمه محرك، هي كلمه مضخه، هي كلمه موتور، وفي كلمه تاني انا نسيها، حد كان قال لي عليها يعني بالليبي برضو، بس انا نسيتها للامانه، يعني عشان ما افتيش واجيب كلام من دماغي والكلام ده كله. فكل الأسئلة اللي أنا جاوبت عليها، السبع أو الثمان أسئلة اللي أنا جاوبت عليهم النهاردة، في أسئلة تانية؟ بسم الله. بس آخر سؤال ده طبعا السؤال ده مهم جدا، وإن شاء الله برضه قبل ما نجاوب على آخر السؤال ده، في إن شاء الله فيديو للجماعة الناس اللي بتعبي، ده خاص بالناس اللي اشترت من عندنا. إن شاء الله هنبعته لهم على الخاص، أو إن شاء الله هنعمل جروب مجموعة للناس اللي هي بتشتري من عندنا، بحيث إن إحنا نعمل حلقات مفصلة أكتر ومتعمقة في الشرح، بحيث إن الزبون يقدر يستفاد ما شاء الله، يعني يبقى عنده معلومة، بحيث إن هو الراجل قدّرنا واشترى من عندنا، فإحنا لازمًا نميّزه. الناس اللي اشترت بس من عندنا هي اللي هيبقى ليها حق إنها تدخل الجروب ده أو المجموعة دي، هتلاقي عليها بقى أي حاجة تتخيلها، أي حاجة تتخيلها، أي سؤال هيطرح في دماغك هيتعمل لك فيديو ويتحط لك مخصوص على الجروب ده، باسم مثلًا محمد فضل. النهارده بلال سألني بيقول 1، 2، 3.
الإجابة يا جدعان 1 2 3، بحيث إن هو يكون مرجع ليه، ولأي زبون بقدر الله حصل معاه أي عطل، حصل معاه أي حاجة، ممكن يرجع يتفرج عليه. طيب يا محمد ليه أنت ما تحطهاش للناس كلها؟ أقول لك يا سيدي الناس، صلى على النبي، تقول عليه الصلاة والسلام. في واحد سألني يوم واثنين وثلاثة، قعد 15 يوم يسألني، كل يوم يرغي معايا ويتكلم معايا حوالي 8 ساعات أو 7 ساعات كمان، وممكن بيقعد يسهريني بالليل وأنا عندي شغل وبظبط شغل للناس، ويقعد يكلمني واشرح لي المكن والكلام ده كله. مرة واحدة كده، يا محمد اشرح لي، اعمل لي كذا 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 كذا. قلت له لا، ستوب هنا. ليه؟ قلت له لما تشتري ان شاء الله انا هشرح لك. محمد ليه ما تشرحليش دلوقتي انت؟ قلت له بصراحة كده، انت اشتريت؟ قال لي اه. قلت له طب خلاص، اشتريت، الله يسهل لك ويسهل لي، مطرح ما اشتريت هو يشرح لك. دي حاجة يعني ما تزعلش حد، لا ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال لي تمام ونعم بالله، بس لا لا بضحك معاك وبهزر وكده. بيكذب، انا عارف انه بيكذب للاسف. طب تقول لي يا محمد يعني انت عرفت ازاي انه بيكذب؟ اقول لك ان في ناس، الناس اللي جاي تشتري بيسأل اسئله معينه، والناس اللي اشترت وجاي تستفيد بمعلومه بيسأل اسئله تانية. فبالله عليك ما تعملش نفسك ناصح، دي نصيحه لاي حد يعني. ما تعملش نفسك ناصح بحيث انك انت جاي تضحك عليا يعني. ممكن هو يكون بيسمع الكلام دلوقتي والله يسهل له يسهل لنا، بعدها بشويه بيكذب تاني بيكذب تاني. طب انت بتكذب ليه؟ انت بتكذب ليه؟ خلاص انت الله، لا والله ما اشتريتش، ويحلف بالله. عم زي بعض. كذبت نفسي وصدق يمين الله، كذبت نفسي وصدق يمين الله، كذبت نفسي وصدق يمين الله. يقعد برضه نشرح في المكن مش هديك معلومه جديده، ما تحاولش عشان مش هديك معلومه جديده. اللي انا شرحته لك في اول يوم هشرحه لك في بعد شهر. انت تتغير معايا الاوبشن امتى، ويتغير معايا الكلام معاك امتى، ان انت تاخد معلومات زياده من اللي انا بخليها للزباين بعد ما تشتري. انت يا عم الحاج بتكلمني، بعد كده كلمني بقى السلام عليكم وعليكم السلام. يا محمد طب قول لي وخلاص. لا ما اقولكش وخلاص. انت يا عم الحاج كان قدامك ان شغلي وقدامك شغل غيري، انت فضلت شغل غيري ورحت اشتريت، ما عندكش مشكله، الله يسهل لك الامور ويسهل لي انا الامور. انت جاي تبقى تستفاد مني ليه دلوقتي المعلومه؟ فديت انا يعني اسف، موقف بايخ جدا، وبقول له انت انسان يعني اسف، الله يسهل لك الامور يا عم، بس المعلومات اللي انت عاوزها دي مش هقولها لك، ومش هقولها للزبون بتاعي، ودي ما يزعلكش ولا يزعل اي زبون. انا يا عم زبوني بميزه، انا بديله خبرتي، او الراجل قدرني واشترى مني جزاك الله خيرا وانت فوق راسي. انت ما اشتريتش مني يا عم، ده انت برضه فوق راسي، بس ما تجيش تسالني، ودي حاجه ما تزعلكش. اتفقنا؟ ناخد اخر سؤال. هل المكن عليها دور في التعبئه؟ اه طبعا، المكن على دور كبير جدا في التعبئه. طب ليه يا محمد؟ الخارج بتاع المكنه عليه دور، السكر عليه دور، الصبغه اللون عليه دور، عوامل الجو عليها دور، حاجات كتير عليها دور. فبالطبيعي ان انت اما ربنا يكرمك كده وتاخد الحاجه، انا تحت امرك وهفيدك كتير ان شاء الله من غير مقاطع. مش بقول لك لازم تشتري مني، مش اجباري انك تشتري مني يا عم، الحلقات عندك على اليوتيوب ديت لوجه الله، لاي حد يستفاد منها. انا اللي حاططها كده حسبه لوجه الله، اي حد يستفاد، اي حد ياخد منها معلومه، سواء انواع المكن، الصباصي، الكوشنتي، سخانات، التفلون، كل حاجه عندك انا اللي بقول لك استفاد منها. والله يرزقك ويرزقنا ويرزق الجميع يا رب. بس هتيجي تسالني في حاجه ليفل عالي، مش هينفع ان انا اجاوبك عليها، وانا بعتذر لكم جدا ان انا بقول كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. انا كده خلصت طبعا، ولو في اي اسئله ان شاء الله طبعا في حلقات تانية كتير. احنا دلوقتي يعتبر خدنا 23 دقيقه، احنا بدانا الساعه 11 زي ما اتفقنا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للنفس ولا للشيطان منه حظا ولا نصيبا، وتقبلها منا يا رب بقبول حسن. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اي استفسار عندكم، اي اسئله عاوزين نجاوب عليها، ممكن تبعتها لنا على الواتساب، ممكن اللهم صل على سيدك النبي، ممكن تبعتها لنا على رسائل الصفحة، ممكن تكلمني فون تسألني عليها لو انت زبون طبعا عندي. اي اسئلة طبعا انت عارف ان عارف الاجابة بتاعتها من الحاجات ديت، وطبعا انت اكيد زدتك اي معلومة ان شاء الله. فالحلقة موجودة قدامكم اهيت، وان شاء الله خير. ولو اي استفسار على الواتساب اللي هو على رقم 092 8379 243. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم محمد.